اهلا بيكم في قناة مروة للهاند ميد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنشتغل فيه على فستان الاطفال الجميل ده. فكرته سهلة جدا وبسيط قوي. هو عبارة عن مربعات جراني وبنشبكها وبنشتغل عليها، ويا اما بيبقى فستان او ممكن كمان تخلوه بلوزة لو انتوا حابين. بس يا ريت قبل ما نبتدي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا كده نسمي الله ونبتدي. نبتدي نشتغل وحدات المربع الجراني. انا عملت اول وحدة مكونة من 4 سطور، 1 2 3 4. اهم حاجة ان احنا السطر الاخير او اللي هو الرابع ده بيبقى لون موحد. باقي ال3 سطور اللي هم في النص دول متروك بقى ان انتوا بتلعبوا فيهم وتبدلوا وتشكلوا في الالوان زي ما انتوا عاوزين. الحلو في مربعات الجراني ان احنا بنخلص فيها بواقي الخيوط اللي موجودة معانا، فبنستخدم بواقي الخيوط. طبعا انا شغالة بخيط قطن، يعني كل الخيوط المستخدمة خيوط قطن. طيب تعالوا بقى نشوف مربع الجراني ده هنعمله ازاي. لو مثلا افترضنا ان احنا هنبتدي باللون الاصفر، بنيجي وبنعمل الدايرة السحرية، واللي ما يعرفش يعمل الدايرة السحرية أو هتغلبه ممكن يشتغل 5 سلاسل ويقفلهم ويشتغل في قلب ال5 سلاسل. هنطلع كده احنا معانا عملنا سلسلة، أطلع عليها سلسلتين كمان عشان يبقى معايا 3 سلاسل. يبقى أنا كده اشتغلت 3 سلاسل كأنهم أول عمود، أشتغل جنبهم عمودين 2. ادي 1 ادي 2، يبقى أنا كده المجموع معايا 3 عواميد. هعتبر ال3 سلاسل الارتفاع دول هما بمثابة عمود. طيب هاخد سلسلتين 2 وانزل في قلب الدايرة السحرية ب3 عواميد كمان. 1 2 3، وسلسلتين كمان 1 2، وانزل برضو ب3 عواميد. 1 2 3. طبعا ما ننساش ان احنا بنشتغل على بداية طرف الخيط عشان نخلص منه واحنا شغالين. طيب انا كده معايا كام؟ 1 2 3، يبقى ناقص اخر مجموعة برضو سلسلتين وانزل ب3 عواميد. ونقفل الدايرة بتاعتنا. طيب يبقى انا كده بقى معايا 1 2 3 4، 4 مجاميع، كل مجموعة مكونة من 3 عواميد، ما بين كل مجموعة والتانية بيفصلهم سلسلتين 2. طيب هنيجي نقفل السطر. هنقفل السطر ازاي؟ العادي اللي احنا كلنا بنعمله بنقفل ب سلسلتين، وباجي في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبقوم قافلة بمنزلقة. لكن في ناس كتير بيشتكوا ان المربع بيطلع معاهم معوج وفيه ميلة مش حلوة، فعشان نتفادى الحتة دي هنقفل بسلسلة بدل سلسلتين، وهاجي في تالت سلسلة وهقفل فيها بغرزة حشو. طيب يبقى انا كده خلصت السطر الاولاني اللي هو كان عندي ده، ناقص السطر التاني. ندخل مثلا الخيط او اللون الاحمر قبل ما افصل الخيط اللي انا شغالة بيه في الاول اللي هو الاصفر ده. هاجي كده واعمل عقدة بداية للخيط الاحمر، واقوم سحباها من اللون اللي موجود عندي اللي هو الاصفر. طيب اطلع ابرتي
اشد الخيط الاصفر بالشكل ده، اجيب العقدة اللي انا عملتها او الخيط اللي انا دخلته خلاص. طبعا الخيوط الزيادة دي كلها هنقصها عشان ايه ما تبقاش متلعبكة معانا. طيب بدل ما بطلع 3 سلاسل، لا انا هنا هطلع سلسلتين اتنين، 1 2، ونفصل الخيط الاصفر عشان ايه ما يبقاش الخيوط كتير معانا ونتلخبط. اجي كده وافصل الخيط الاصفر، هجيب طرف بداية الخيط الاحمر مع نهاية الخيط اللي انا لسه قصاه اللي هو الاصفر، واخدهم عقدة كده مع بعض عشان بس بداية الخيط الاحمر ما تطلعش مني، وكمان عشان يبقى الخيط الاصفر مشدود على الاخر، فما يبقاش فيه طرف باين منه وداخل في الثلاث سوري داخل في السلسلتين بتوع اللون الاحمر، فيبقى الشغل طالع معايا نظيف بالشكل ده. طبعا هي السلسلتين اتفكوا، ايه نرجع نعملهم تاني معلش. بعد ما خلاص كده الخيط الاصفر تقريبا ما بقاش ليه زي ديل او بقية، لانه خلاص احنا شدناه جامد. اجي بقى اخد سلسلتين اتنين، 1 2 كده كأنهم اول عمود، وارجع ما نتلخبطش ونقوم شغالين هنا في الفراغ ده، لا برجع واشتغل عمودين اتنين ورا ال3 عواميد دول او ورا المجموعة دي بالشكل ده. كده اول عمود، وادي كده تاني عمود، يبقى انا كده بقى معايا 3 عواميد. انا هنا المفروض هبتدي اكون الزوايا بتاعة المربع، لسه ما دخلتش على الاضلع بتاعة المربع، انا كل ده بأسس الزوايا بتاعتي. هاخد سلسلة واحدة واجي في الفراغ الموجود ما بين كل مجموعة والتانية اللي هما مكان السلسلتين الاتنين، وهشتغل 3 عواميد، 1 2 3، واخد سلسلتين اتنين وفي نفس المكان انزل ب3 عواميد كمان، 1 2 3. يبقى انا كده كونت اول زاوية معايا في المربع. سلسلة واحدة وانتقل عشان اكون الزاوية التانية، برضو 3 عواميد، 1 2 3، فاصل سلسلتين اتنين وفي نفس المكان انزل برضو بال3 عواميد التانيين، 1 2 3، سلسلة كمان بنتقل بيها وبكون الزاوية التالتة، 1 2 3، واخد سلسلتين اتنين، 1 2، وانزل بال3 عواميد في نفس المكان، 1 2 3. طيب داخلة على خلاص الزاوية الرابعة اللي هي ابتديت بيها خالص، باخد سلسلة واحدة واجي هنا اشتغل 3 عواميد، 1 2 3، وبدل ما باخد سلسلتين اتنين لا هاخد سلسلة واحدة، واقفل في تاني سلسلة من السلسلتين اللي انا كنت مرتفعة بيهم بغرزة حشو. يبقى انا بقفل بغرزة حشو،
بدل الغرزة المنزلقة بقفل بغرزة حشو، وقبلها بيكون فيه سلسلة بدل السلسلتين. يبقى أنا كده كونت الأربع أركان أو 4 زوايا، 1 2 3 4 بتوع المربع. طيب نيجي بقى ندخل على السطر التالت. ممكن ندخل اللون ده في السطر التالت، وهشتغل بنفس الأسلوب اللي أنا اشتغلت بيه، وبعد كده أطلع سلسلتين بدل الثلاث سلاسل اللي أنا برتفع بيهم، 1 2 بدل التلاتة. باجي ورا السلسلتين اللي أنا ارتفعت بيهم في الفراغ اللي وراهم هنا على طول، واشتغل 3 عواميد. سوري، بشتغل عمودين 2 لأن أنا خلاص بقى معايا سلسلتين، فدول كأنهم بمثابة عمود، بيتحسبوا معايا عمود. وآدي كده العمود التاني، يبقى أنا كده بقى معايا 3 عواميد. آخد سلسلة واحدة هنا بقى، خلاص ضلع المربع هيبتدي يتشكل معايا. بشتغل أول 3 مجاميع في الضلع بتاعي، ادي 1 2 3، واخد سلسلة، اروح على الزوايا، اشتغل 3 عواميد، 1 2 3، واخد سلسلتين 2، وانزل في نفس المكان برضو ب3 عواميد، 1 2 3. اخد سلسلة واحدة واشتغل هنا 3 عواميد، وسلسلة واحدة، واكون الزاوية التانية. الزوايا يعني اول ما اقول زاوية يبقى نعرف 3 عواميد، 1 2 3، وسلسلتين و3 عواميد في نفس المكان، يبقى انا كده بشكل الزاوية بتاعتي. سلسلة واحدة، اشتغل 3 عواميد، سلسلة، سلسلة واحدة، واشتغل الزاوية الثالثة، وسلسلة، واجي هنا اشتغل 3 عواميد، سلسلة واحدة، واجي خلاص بنهي السطر، وبشتغل اخر زاوية اللي هي الزاوية الرابعة. هشتغل 3 عواميد، 1 2 3، وزي ما اتفقنا ان انا بدل ما باخد سلسلتين 2 باخد سلسلة وبقفل بغرزة حشو. يبقى ادي سلسلة، وهاجي في السلسلة التانية واقفل بغرزة حشو. وزي ما اتفقنا ان احنا بننهي باللون ده، لازم السطر الرابع يبقى لون ثابت معايا بقفل بيه او بنهي بيه كل سطر. واطلع سلسلتين، واجي في الفراغ اللي ورا سوري ورا السلسلتين، واشتغل عمودين 2 لان انا معايا خلاص سلسلتين كأنهم اول عمود. سلسلة واحدة، واجي هنا اشتغل 3 عواميد، وهاجي هنا اشتغل 3 عواميد، وفي الزاوية بشتغل زاوية يعني 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد. وبكرر في كل فراغ ملوش علاقة بالزوايا اللي هو الفراغ ده بشتغل
3 عواميد والفراغ ده 3 عواميد، واجي في الزاوية بشتغل زاوية، وهنا 3 عواميد وهنا 3 عواميد، وفي الزاوية بشتغل زاوية، وهنا 3 عواميد وهنا 3 عواميد، وباجي هنا باخد 3 عواميد، وبدل السلسلتين بشتغل سلسلة واحدة وبقفل بغرزة حشو. فهو تكرار لنفس السطور اللي انا اشتغلتها قبل كده. خلصت خلاص السطر الرابع والاخير، وعشان انهي السطر انا خلاص قفلت هنا بغرزة حشو. باجي في العمود اللي جنب السلسلتين اللي انا قفلت فيهم، يعني في الغرزة اللي بعدها على طول اقفل بغرزة منزلقة عشان افصل الخيط بتاعي. وطبعا يعني يفضل ويحبذ ان الخيوط كلها المستخدمة تبقى نفس السمك، ما يبقاش فيه تفاوت ملحوظ في سمك الخيط. ممكن يبقى يعني حاجة بسيطة قوي، لكن ما يبقاش خيط تخين زيادة عن اللزوم وخيط رفيع زي مثلا الفتلة اللي موجودة معايا دي، وخيط يبقى أتخن منها شوية، هيبقى في المربعات يعني هيبقى شكلها مش متناسق، هيبقى حاجة صغيرة وحاجة كبيرة. فالأحسن ان احنا نستخدم خيوط تبقى كلها نفس السمك او نفس الفتلة. طيب ده كده شكل المربعات الجراني بعد ما انا خلصتها. انا اشتغلت 29 مربع، يعني اجمالي المربعات دي كلها 29. الجزء اللي هو المفروض اللي هو هيبقى عند الظهر ده هيبقى 15 مربع، يعني كأنه لحد هنا كده نشتغل ده 15 مربع. وطبعا طريقة التشبيك هتلاقوني حطاها في صندوق الوصف عشان بس ما نطولش وقت الفيديو وننجز فيه. يبقى احنا بنشبك او بنخيط ال15 مربع لحد هنا، وبعد كده بنزل بالجزء اللي هو بيبقى على الصدر، صدر الفستان او صدر البلوزة لو انتوا هتعملوها فستان او بلوزة. بنشبك واحدة هنا وواحدة هنا، وبعد كده بننزل بباقي المربعات بالشكل ده. او طريقة تانية سهلة، بعد ما تشبكوا ال15 مربع تعالوا عند الأطراف بتاعة المستطيل وشبكوا 4 مربعات تحت بعض، والناحية التانية برضو هتبقى 4 مربعات تحت بعض، وبنسيب واحدة في الجنب ده وواحدة في الجنب ده، ما بنعملش فيها حاجة، ما بنشبكش فيها حاجة، وبننزل في ال3 مربعات الأخرانيين بنشبك فيهم 3 تانيين جنبهم بالشكل ده. يعني ممكن تاخدوا المنظر ده سكرين شوت عشان لما تخلصوا المربعات وتحبوا ان انتوا تيجوا تشبكوها بنفس الشكل وبنفس المنظر ده. طيب الخطوة اللي جاية هنشتغل على جزء الرقبة. ده جزء ده المفروض بيبقى فتحة صدر الفستان، وهنا الرقبة بالجزء الخلفي اللي هو القفا يعني خلينا نقول القفا بتاع او ظهر الفستان ظهر الفستان او ظهر البلوز. تمام. فالخطوة اللي جاية هنشتغل بقى الجزء ده اللي هي الحواف بتاعة المربعات، بنشتغلها بعواميد عادية كده. احنا محتاجين نشتغل على الفتحة بتاعة صدر الفستان، وكمان الحردة بتاعة الرقبة. فهنجيب اي لون نبتدي بيه، نعمل عقدة البداية، وهنيجي عند المربع ده كده. احنا كنا عاملين 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد، هنيجي في اول سلسلة من السلسلتين اللي هما الفاصل
وهندخل او نشبك الخيط بتاعنا. هنرتفع 3 سلاسل زائد سلسلة، يعني 4 سلاسل، 1 2 3 وازود سلسلة. طيب طالما انا عملت سلسلة يبقى هسقط لها سلسلة من تحت، وهشتغل في اول عمود، اشتغل عمود بلفة عادي خالص. طيب اخد سلسلة وهسقط غرزة من تحت واشتغل في تالت عمود، سلسلة وسقط غرزة من تحت واشتغل في الغرزة اللي بعدها، سلسلة وسقط غرزة من تحت واشتغل في اللي بعدها، وسقط سلسلة واشتغل في اللي بعدها. هكمل كده لحد ما هوصل للركن اللي هو البارز ده، الزاوية دي. هشتغل لحد ما اوصل هنا كده وارجع لكم نشوف هنعملها ازاي. طيب خلاص وصلت عند الجزء اللي قلت عليه. اخر غرزة معايا كانت العمود، هاخد سلسلة وزي ما اتفقنا بنسقط سلسلة وادخل في اول عمود من الثلاث عواميد، واخد سلسلة وهسقط غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها، وبعد كده اخد سلسلة وهاجي بقى في الفاصل او في الفراغ ده اللي هو مكان السلسلتين، وهشتغل 3 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة. ده كده اول عمود، واخد سلسلة، تاني عمود في نفس المكان واخد سلسلة، تالت عمود في نفس المكان وهاخد سلسلة واسيب اكمل بقى باقي الشغل عادي خالص، بسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واكمل باقي الشغل عادي خالص. طيب دلوقتي انا داخلة عند الجزء ده اللي هو يعني نقطة التقاء المربعين مع بعض او الزاويتين مع بعض. هنعمل فيهم ايه؟ انا محتاجة الم عشان اضيق المساحة بتاعة الرقبة، بلم الدنيا عشان ما تبقاش واسعة معايا. فهعملها ازاي؟ اخر غرزة معايا هي العمود، هاخد سلسلة بسيب الغرزة اللي بعدها، اجي في الفراغ ده اللي هو الفاصل ما بين الثلاث عواميد دول والثلاث عواميد التانيين، اشتغل عمود مفتوح، يعني ما بقفلهوش، بسيب او ببقي لفتين معايا على الابرة، واجي في النص هنا وانزل بعمود تاني وبرضو بسيبه مفتوح، يبقى كده معايا 3 لفات، واجي في الناحية التانية اللي هو المربع التاني في الفاصل بتاعه اللي هو مطرح السلسلتين، بنزل بعمود وبرضو بسيبه مفتوح، يعني باخد اول لفتين كده اتبقى معايا 4 لفات، اقوم سحباهم كلهم مرة واحدة واخد سلسلة واكمل باقي الشغل بتاعي عادي خالص. بكمل كده لحد ما هوصل للناحية بتاعة الظهر، وبرضو هنعمل فيها تناقص، نلم الزاوية دي، يعني نفس اللي عملناه في الجزء ده بكرره هنا. طيب دلوقتي انا خلاص داخلة على الزاوية بتاعة الجزء اللي هو بتاع الظهر. اخر غرزة معايا كانت العمود، هاخد سلسلة
وهاجي في الفراغ الموجود عندي هنا اللي هو الفاصل ما بين الثلاث عواميد دول والثلاث عواميد التانيين، الفاصل ده، وانزل بعمود واسيبه مفتوح مقفلهوش، ابقي لفتين على الابرة، واجي في الخط اللي هو اللي في النص ده ادخل في الغرزة بتاعته برضو اشتغل عمود واسيبه مفتوح مقفلهوش، واجي في الفاصل ده مكان السلسلتين وبرضو باخد عمود ومقفلهوش. اول ما يبقى معايا 4 لفات اقوم سحبهم كلهم مرة واحدة على الابرة، اخد سلسلة واكرر باقي الشغل بتاعي ان انا بسيب سلسلة وانزل في اللي بعدها، او اسيب غرزة وانزل في اللي بعدها. اللي عملته هنا لازم يتكرر معايا الناحية التانية، بمعنى ان انا هفضل شغالة بنفس الطريقة، عمود سلسلة واسقط غرزة من تحت، وعمود سلسلة اسقط غرزة من تحت، لحد ما بوصل للجزء ده ببتدي ان انا المه زي ما لميت الغرز هنا، ببتدي الم الغرز هنا وانزل اكمل الشغل عادي، والم غرزي هنا زي ما لميتها هنا، واشتغل الثلاث عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة زي ما اشتغلت هنا 3 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة، بكررهم هنا واكمل الشغل بتاعي عادي خالص. يبقى اللي اتعمل في الجنب ده هو اللي بعمله في الجنب ده. طيب بعد ما وصلنا لاخر السطر بنعمل غرزة تأكيدية، يعني سلسلة كده زيادة، وبعد كده بفصل الخيط بتاعي. طيب لما هاجي ابتدي اللون الجديد او السطر الجديد، انا عايزة شغلي كله يبقى على اتجاه واحد. يعني الطبيعي ان انا خلصت السطر فهطلع مثلا الثلاث سلاسل بتوعي واقوم لفه الشغل واشتغل على المقلوب. لا انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه ارجع تاني لنفس سطر اللي انا ابتديت منه، سطر البدايه الناحيه التانية، عشان يبقى الشغل كله واخد اتجاه واحد، ما يبقاش فيه عواميد مقلوبه، انا عايزه كله يبقى عواميد معدوله. وهجيب اللون الجديد ونعمل عقده البدايه، واوصل في الثلاث سلاسل الارتفاع اللي انا كنت ابتديت بيهم، 1 2 3، اجي في السلسلة الثالثة وادخل الخيط بتاعي، هطلع 3 سلاسل المرة دي، 1 2 3، ومطرح السلسلة هشتغل عمود، يبقى شغلي كله هيبقى عبارة عن عواميد عشان يبقى الشغل يعني مقفول او مصمت، ما يبقاش فيه فراغات. فوق العمود هشتغل عمود، ومكان الفراغ اللي هو بتاع السلسلة هشتغل عمود، وفوق العمود عمود، مطرح السلسلة اللي هو الفراغ ده اشتغل عمود. يبقى الشغل كله هيبقى عواميد جنب بعض كده عشان يبقى الشغل مش متفتح، يبقى مقفول بالشكل ده. وصلت عند الزاوية اللي هي دي، فنفس الكلام برضو بشتغل فوق العمود عمود، وفوق السلسلة بشتغل عليها برضو عمود. يعني انا دلوقتي اهو داخلة على سلسلة هشتغل عليها عمود بلف عادي، ودخلت على عمود يبقى اشتغل فيه عمود، وقابلتني سلسلة اشتغل من تحتيها سلسلة، وعمود هشتغل جواه عمود، والسلسلة اشتغل من تحتيها سلسلة، واكمل باقي الشغل بتاعي عادي. وصلت عند المكان اللي انا كنت بلم فيه الغرز بتاعتي، فنفس الكلام برضو هبتدي ألم الغرز، هاجي في العمود ده واشتغل عليه عمود واسيبه مفتوح، واجي في الثلاث عواميد اللي هم مضمومين على بعضهم اشتغل فيهم
عمود وبرضو اسيبه مفتوح لحد ما اكون 4 لفات على الابرة، واجي في العمود اللي جنبهم ده وبرضو اسيبه مفتوح، بقى 4 لفات، يبقى اسحبهم كلهم مرة واحدة، واجي مطرح السلسلة هشتغل تحتيها من تحتيها العمود بتاعي، واكمل باقي الشغل عادي خالص فوق العمود عمود لحد ما بوصل للجزء ده. بعمل فيه نفس الحكاية لان انا كده دخلت على الحردة اللي هي بتاعة الظهر. اول ما اوصل للعمود اللي هنا بسيبه مفتوح معايا على الابرة، واجي في ال3 عواميد اللي هم مضمومين اشتغل فيهم عمود، والغرزة اللي جنبهم برضو بشتغل فيهم عمود، وابقي 4 لفات على الابرة واسحبهم كلهم مرة واحدة. يعني انا بضم الشغل في الزوايا، وبالتالي اللي انا عملته هنا وهنا بكرره هنا بكرره هنا في الزاوية اللي هي عند الظهر، وبكرره كمان في الزاوية اللي هي بتبقى خلاص دخلت على الرقبة هنا. واول ما باجي للكورنر ده بشتغل عادي خالص فوق كل غرزة بشتغل عمود. طيب بعد ما خلاص خلصنا اللون الاصفر ووصلنا للاخر وقطعنا الخيط، بجيب زي ما اتفقنا بشتغل على نفس الاتجاه، يعني ببتدي كل مرة من نفس المكان اللي انا ابتديت منه. فهجيب اللون الاسود عشان نكسر اللون الاصفر شوية، نعمل عقدة البداية، هاجي عند ال3 سلاسل اشبك الخيط بتاعي، هنا مش هرتفع 3 سلاسل، انا هعمل سلسلة واحدة لان انا عايزة اشتغل غرز حشو، يعني الصف ده هيبقى غرز حشو، فهاجي ارتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. كل الغرز اللي هتقابلني هشتغل عليها غرز حشو. حبيت كمان الفت نظركم لحاجه، ان الصفوف اللي انا بشتغلها دي، يعني لو انتوا حابين تعملوها بغرز النص عمود اشتغلوها نص عمود، حابين تعملوها بغرز حشو اعملوها بغرز حشو، يعني زي ما انتوا عايزين تشتغلوها بانه غرزه بالظبط، بس هتعملوا نفس الخطوات اللي احنا مشينا عليها. نيجي هنا نشتغل كمان غرزه حشو، يبقى كل الغرز اللي هتقابلني هشتغل عليها غرز حشو. طيب وانا شغاله بغرز الحشو، لما نيجي ندخل على المكان اللي احنا بنضم فيه الغرز هنعملها ازاي؟ انا عندي دلوقتي ال3 عواميد المتجمعين اهم متجمعين في غرزة واحدة، في قبليهم عمود وبعدهم عمود، وانا واقفة باخر غرزة حشو هنا. طيب هدخل على العمود اللي هو قبل ال3 غرز المتجمعين او ال3 عواميد اللي احنا سحبناهم كلهم مرة واحدة، هاجي ادخل فيه يعني كأني هعمل غرزة حشو، يعني هسحب لفة كده بقى معايا لفتين، واجي في الغرزة المجمعة اسحب الخيط بقى معايا 3 لفات، واجي في غرزة العمود اللي بعد الغرزة المجمعة اسحب اللفة الرابعة، كده معايا 4 لفات اسحبهم كلهم مرة واحدة، واكمل باقي الشغل بتاعي عواميد اكمل باقي الشغل غرز حشو لحد ما اوصل للغرزة المجمعة اللي هنا، بكرر فيها نفس اللي انا عملته هنا، وبكمل الناحية التانية لما بوصل لها برضو الغرزة المجمعة بكرر فيها نفس، يعني كل غرزة مجمعة بتقابلني وانا شغالة غرزة الحشو بشتغلها بنفس الطريقة اللي انا شرحتها لكم دلوقتي. طيب بعد ما خلصت خلاص السطر بتاع اللون الاسود، استخدمت اللون البينك، وهنا انا هبتدي خلاص اشتغل فوق كل غرزة حشو تقابلني غرزة حشو،
حتى في الغرز المجمعة اللي كنا بنلم فيها الشغل هشتغل فوق كل غرزة مجمعة بتقابلني غرزة حشو، هوقف خلاص ضم الغرز، وكل غرزة حشو هشتغل عليها غرزة حشو. هشتغل الصف ده اللي هو الصف باللون البينك، وهشتغل صف كمان باللون الأخضر، وخلاص ممكن ساعتها نوقف الشغل. طبعا متروك ليكم لو انتوا حابين تزودوا زودوا، بس يعني انا حابة ان انا ادخل لونين كمان، فهدخل البينك واللون الاخضر. كده ناقص ان احنا نخيط الجناب بتاعة البلوزة دي. فانا هجيب الجنب ده، طبعا انا خلاص وصلت الابرة بتاعتي لضمتها. طيب عشان لو الغرز مش باينة في الكاميرا فهنشرح كده نظري. طيب انا دلوقتي هبتدي الخياطة من هنا. هبتديها من فين؟ زي ما اتفقنا انا عندي الغرزة دي مقسمة كالآتي: 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد. انا باجي في السلسلة الاولى من السلسلتين والضم فيها الخيط بتاعي او احط فيها الابرة بتاعتي. طبعا السلسلتين دول عبارة عن لفة خلفية ولفة امامية. انا بدخل في اللفة الخلفية مع اللفة الامامية للغرزة المقابلة ليها في المربع بتاع الظهر اللي هو الناحية التانية. دي غرزة أمامية وغرزة خلفية، أنا بدخل في الغرزة الأمامية بالشكل ده واسحب الخيط. طيب ندخل للغرزة اللي جنبها نفس الكلام، الغرزة الخلفية مع الغرزة الأمامية، واسحب الخيط. دخلنا على ال3 عواميد نفس الكلام، باخد اللفة الخلفية العمود الأولاني اللي هو ده مع اللفة الأمامية للعمود اللي وراه، وطرف البداية بخيط عليه عشان يخلص معايا بالمرة. طيب ندخل على العمود التاني نفس الكلام برضو، اللفة الخلفية مع اللفة الأمامية، وبكمل على الشكل ده أو بنفس التكنيك ده. كل غرزة هتقابلني بخيطها أو بشبكها مع الغرزة المقابلة ليها في الناحية التانية. طيب أخيط لحد ما أوصل، ده كده المربع الأول هخيطه بنفس الطريقة، والمربع التاني أخيطه لحد ما أوصل لهنا. أول ما أوصل للزاوية، الزاوية هخليها مش هخيطها عشان يبقى في عندي مساحة للإيد وما تضايقش الدراع. طيب احنا بعد ما خيطنا الجناب بتاعة الفستان بالشكل ده، ناقص ان احنا ننزل بالجزء التحتاني او بباقي الفستان. فقبل بس ما نشتغل الجزء اللي باقي، ناقص ان احنا نشبك السطر الاخير، اخر سطر هنشبكه باخر لون احنا كنا ناهيين بيه، او ممكن مش شرط يعني نفس اللون، ممكن باي خيط تاني. المهم ان احنا نشبك الطرفين دول مع بعض عشان نشتغل عليهم داير ما يدور. فنيجي هنا وندخل الطرف ده في اخر غرزة موجودة عندي. كل اللي بنعمله بس ان احنا نوصل الطرفين مع بعض عشان تبقى القطعة مقفولة معايا، فيبقى سهل ان انا اشتغل عليها داير ما يدور.
بالمنظر ده. بعد كده اخدها غرزة من تحت عشان اقطع الخيط. ناخدها عقدة من تحت، وبعد كده خلاص افصل الخيط بتاعي. او ممكن بدل ما اقطعه اداريه في وسط الشغل، يعني يبقى زيادة تأكيد برضو ان هو ايه ما يفكش مني. طيب ناقص ان احنا بقى نشتغل بقى من تحت كده داير ما يدور. فهنجيب الخيط الاساسي اللي احنا بنعمل بيه الفستان، وهنعمل عقدة البداية بالشكل ده، وهنيجي في طرف يعني مطرح الخياطة اللي هي من الجنب دي، هشبك الخيط. نبتدي من الطرف ده، اجي من عند الخياطة كده اللي هي من الجنب، واسحب الخيط بتاعي وارتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. اجي في العمود الوسطاني، يعني انا عندي هنا 3 عواميد في الزاوية بتاعة المربع الجراني. اجي في العمود التاني من ال3 عواميد وانزل بغرزة حشو. اطلع كمان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وانزل في الفراغ اللي هو بتاع السلسلة اللي موجود عندي بغرزة حشو. 5 سلاسل، وانزل في العمود التاني. يبقى الصف ده كله هيبقى عبارة عن سلاسل. 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وانزل في الفراغ. 5 سلاسل كمان، وانزل في العمود التاني. 5 سلاسل، وانزل في الفراغ. بكمل كده كل الشغل بتاعي، بشتغل داير ما يدور لحد ما بوصل مطرح ما ابتديت. طيب انا حبيت برضو اوريكم هنشتغل ازاي على الفتحة بتاعة الصدر اللي هو الطرفين اللي احنا شبكناهم مع بعض. انا خلاص هو داخله عليهم، وصلت عند اخر كورنر معايا في شغل المربعات. بطلع 5 سلاسل برضو، وانزل في الفراغ ده اللي هو الفاصل ما بين ال6 عواميد. وهنا عندي عمود، فانا هطلع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنزل جوه الفراغ بتاع العمود ده اللي هو اللون الاحمر، و5 سلاسل كمان،
وانزل في العمود الأصفر، أنا هنا لأني عاملة غرز حشو فهسيب يعني بمقام غرزتين، 1 2، وانزل في اللون الأخضر. طيب 5 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5. هسيب الغرزتين دول وانزل على طول في اللون الأصفر، بس الأصفر مش هنزل فيه في نفس العمود، يعني أحاول، لأن أنا سايبة هنا غرزة خضراء، فهنزل في اللون مثلا نقول الأسود عشان تبقى الغرز عندي متساوية، وانزل في الأصفر، انزل في المربع ده، هنزل خلاص في العمود التاني من ال3 عواميد، واكمل باقي الشغل عادي. طيب دلوقتي انا خلاص واصلة على نهاية السطر. هاخد بس اخر غرزة اللي هي اخر 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهاجي في الجنب هنا، او يعني مطرح ما ال5 سلاسل دول طالعين، وهقفل السطر بتاعي، اخد غرزة حشو. بعد كده انا محتاجة ابتدي السطر التاني. طب هنبتديه ازاي؟ ال5 سلاسل هشتغل اول 3 سلاسل منهم غرز منزلقة، يعني اول غرزة اهي اخدها منزلقة، والتانية كمان منزلقة، والتالتة كمان منزلقة. انا واقفة خلاص عند تالت غرزة او تالت سلسلة من ال5 سلاسل، اطلع فوقيها 5 سلاسل، يبقى السطر التاني كمان هيمشي سلاسل عادية. بقفل في تالت غرزة، او اللي هي الغرزة الوسطانية من ال5 سلاسل، يعني ادي 1 2 3 4 5، باجي في الغرزة التالتة واقوم قافلة بغرزة حشو كده. 5 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5، واجي في الغرزة الوسطانية اللي هي تعتبر الغرزة التالتة، واقفل بغرزة حشو، وهكذا بكمل لحد ما بوصل لآخر السطر أو لنهاية الدور. طيب دلوقتي أنا خلاص وصلت لنهاية السطر. هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهاجي عند أول 5 سلاسل اللي هم بداية السطر التاني، وهقفل في الغرزة التالتة، بس هقفل بغرزة منزلقة، وفي نفس المكان هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، في نفس المكان هشتغل 7 عواميد. طبعا انا عملت اول 3 سلاسل دول بمثابة اول عمود، يبقى انا هشتغل 6 عواميد في نفس المكان عشان يبقى الاجمالي 7 عواميد. ده كده تالت عمود، الرابع، الخامس، السادس، وادي السابع.
يبقى عملنا مروحة. طيب ال5 سلاسل اللي جنبهم هشتغل في الغرزة التالتة غرزة حشو، 1 2 3 اشتغل هنا غرزة حشو، وال5 سلاسل اللي جنبهم هشتغل في تالت عمود، سوري، هشتغل في تالت سلسلة 7 عواميد. وال5 سلاسل اللي جنبهم اشتغل في الغرزة التالتة غرزة حشو، يبقى انا بشتغل مروحة وغرزة حشو، مروحة غرزة حشو. طيب وصلت خلاص عند اخر السطر، وهنهي بغرزة الحشو لان انا عاملة غرزة مروحة، فلازم اقفل بغرزة حشو في الغرزة اللي بعدها، وهبتدي خلاص في السطر الرابع. طيب هيقابلني غرزة المروحة، انا كنت عاملة فيها 3 سلاسل، هاجي في الغرزة التالتة من ال3 سلاسل الاولانيين، ادي 1 2 3، اجي في الغرزة التالتة واقفل بغرزة حشو. طيب وتاني عمود برضو هقفل سوري، قفلت بغرزة منزلقة، هاجي في تاني عمود واقفل برضو بغرزة منزلقة، وتالت عمود برضو اشتغل فيه غرزة منزلقة. انا عايزة بداية الشغل تبقى من تالت عمود. خلاص انا واقفة بالغرزة المنزلقة في تالت عمود، هطلع فوقيه 3 سلاسل، 1 2 3. ده كده كأنه اول عمود معايا. اشتغل العمود اللي بعده اشتغله برضو عمود، والعمود اللي جنبه برضو عمود، يبقى انا كده كأني اشتغلت 3 عواميد، منهم ال3 سلاسل اللي هم بداية الارتفاع او سلاسل الارتفاع، واخد 3 سلاسل، 1 2 3، اروح للمروحة اللي بعدها، هسيب اول عمود تاني عمود واشتغل من بداية العمود التالت واخد 3 عواميد جنب بعض، يبقى ادي 1 2، بداية العمود التالت اهي، اشتغل فيه عمود، اول عمود وتاني عمود جنبه وتالت عمود جنبه، واخد 3 سلاسل، 1 2 3، اروح للمروحة اللي بعدها، اول عمودين مش هعمل فيهم حاجة، اروح على تالت عمود واشتغل 3 عواميد جنب بعض، ادي اول عمود، والعمود اللي بعده اشتغله هو كمان عمود، والعمود التالت اشتغل فوقيه عمود. كده معايا اول عمود اهو، معلش انا هعيد تاني، العمود التاني وادي العمود التالت و3 سلاسل، واكرر نفس الكلام. طيب وصلت خلاص عند نهاية السطر، وانا ارتفعت ال3 سلاسل، وهقفل في السلاسل الارتفاع السلسلة التالتة، يعني هقفل في السلسلة التالتة من سلاسل الارتفاع بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهشتغل كمان تاني عمود غرزة منزلقة، لان انا عايزة البداية بتاعتي تبقى من تاني عمود، فانا هشتغل غرزة منزلقة وهرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. الصف ده واللي بعده هيبقوا عبارة عن سلاسل، يعني انا بكرر السطر الاولاني والتاني اللي هما كنت بشتغل فيهم 5 سلاسل، فانا هشتغل 5 سلاسل خلاص، او انا عملتهم. هاجي هنا في السلسلة التانية، او ممكن اشتغل في الفراغ نفسه، اجي في الفراغ نفسه واشتغل غرزة حشو 5 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5، واشتغل في العمود التاني من ال3 عواميد، واكرر 5 سلاسل
واشتغل في الفراغ و5 سلاسل واشتغل في تاني عمود. بكمل كده لحد اخر السطر. طيب ووصلنا برضو هنا لنهاية السطر. انا حبيت بس اوريكم القفلة بتاعة السطر ده. اخر غرزة انا هشتغلها اللي هي ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهاجي هنا اقفل بغرزة حشو. طيب المفروض ان انا هبتدي في السطر الجديد اللي هو برضو زي ما اتفقنا هيكون سلاسل. انا محتاجة اني اشتغل من بداية الغرزة الثالثة، فانا هشتغل في اول غرزة من السلاسل غرزة منزلقة، والغرزة التانية كمان هتبقى غرزة منزلقة، والتالتة كذلك غرزة منزلقة. يبقى أنا مشيت بغرز منزلقة عشان أبتدي من الغرزة التالتة بداية الشغل بتاعي. وهرتفع ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهقفل في الغرزة التالتة بغرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وأقفل في الغرزة التالتة بغرزة الحشو، واكمل كده لحد ما بنهي السطر. كده السطور اللي هتيجي بعد كده هي تكرار للسطور السابقة. يعني من بعد ما اشتغل خلاص الصف التاني من صف السلاسل، يبقى انا كأني برجع تاني بعيد الشغل من الاول، صفين سلاسل، وبعد كده بعمل غرز المروحة اللي هي 7 عمود، وبقفل بغرزة حشو، وبعد كده بشتغل ال3 سلاسل وال3 عواميد، وببتدي اكرر سطرين سلاسل، وابتدي اكرر الشغل لحد ما بوصل للطول اللي انا محتاجاه. ده كده الفستان او البلوزة على حسب بقى، يعني لو انتوا عايزين تطولوه عن كده هيبقى فستان، هتقصروه او تكتفوا بالطول ده، يعني ممكن يبقى بلوزة. انا الحقيقة هكتفي بكده لان الخيط معايا مش هيكمل، فانا هكتفي بالطول ده. ناقص بس اخر حاجة هنزين بيها الفستان من تحت، او السطور الاخيرة. طبعا انا اخر سطر نهيت بيه كان السطر اللي هو بعمل فيه 3 عواميد، اللي هو السطر ده. هشتغل بقى على السطر ده غرز حشو. فاجيب اعدل الفستان كده عشان اعرف اشتغل عليه. انا كنت واقفة هنا، كنت قافلة السطر بتاعي بغرزة منزلقة. كل اللي هعمله ان انا هجيب الخيط اللي انا هشتغل بيه غرزة الحشو، هاجي واعمل عقدة البداية، اشبكها في بداية السطر اللي عندي هنا، وانا بشتغل احاول اشتغل على الزيادات دي عشان اخلص منها وانا شغالة. طيب مبدئيا هناخد غرزة حشو في اول غرزة مطرح ما انا بدأت، اخد غرزة حشو واطلع عليها سلسلة. انا كنت قلت ان انا هشتغل غرز حشو، انا اسفة انا اتلخبطت، انا المفروض اشتغل نص عمود عشان الغرزة تبقى باينة معايا اكتر. فخلاص ده دلوقتي غرزة الحشو وعليها سلسلة هعتبرها نص عمود، واكمل في كل غرزة تقابلني. يعني انا دلوقتي عندي غرزة عمود هشتغل فيها نص عمود، نص عمود، والعمود الثالث اشتغل برضو فيه نص عمود. هيقابلني ال3 سلاسل. لو حابين تشتغلوا في قلب السلسلة نفسها النص عمود مفيش مشكلة، بس عشان نسهل الدنيا وتبقى الدنيا سريعة انا هشتغل من تحته، مش هتبقى فرقة كتير. يعني كده نص عمود، يبقى اشتغل تحت ال3 سلاسل 3 نص عمود، ودخلت على ال3 عواميد، يبقى فوق كل عمود اشتغل غرزة النص عمود، وبكمل كده لحد ما بنهي السطر، واقفل
في غرزة السلسلة، او احنا كنا عاملين غرزة حشو فيها سلسلة، انا بقفل في غرزة السلسلة بغرزة منزلقة. ببتدي بعد كده ادخل مثلا اللون الاصفر، هعمل نفس الكلام برضو، اشتغل باللون الجديد ده غرز كلها نص عمود لحد ما توصلوا بقى للسطور اللي انتوا عايزينها. يعني انا بالنسبة لي هكتفي ممكن بنفس عدد السطور اللي انا عاملاهم هنا، وخلاص على كده. طيب خلاص كده احنا خلصنا السطور الاخرانية، عملنا نفس السطور اللي كانت في الفتحة بتاعة البلوزة او الفستان. ناقص بقى ان احنا نعمل الكم او نزين الحردة بتاعة فتحة الدراع او الكم يعني. طبعا لو انتوا حابين تسيبوه كده قط شكله حلو جدا وظريف. لو حابين ان احنا نزين الاطار ده ممكن نزينه بنفس الغرزة اللي احنا عملنا بيها الفستان، اللي احنا كنا بنعمل فيها 7 عواميد وبعد كده 3 عواميد. فتعالوا كده نجرب ونشوف نعملها ازاي. هنجيب ونعمل عقدة البداية، خلاص انا عاملاها. شايفين دي الزاوية بتاعة الكورنر بتاعة المربع، متقسمة ل3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. انا هاجي في غرزة العمود الوسطانية اللي هما ال3 عواميد دول، وهشبك الخيط بتاعي. هطلع 3 سلاسل، 1 1 2 3 كده اول عمود، واشتغل في نفس المكان ال6 عواميد عشان يبقى معايا 7 عواميد. هنيجي في غرزة الفراغ الموجودة عندي وهشتغل غرزة حشو. اجي في ال3 عواميد اختار الغرزة التانية اللي هو العمود الوسطاني واشتغل فيه ال7 عواميد بتوعي. اكرر غرزة حشو و7 عواميد في الغرزة الوسطانية، بعد كده غرزة حشو 7 عواميد في الغرزة الوسطانية، واجي في الفراغ اللي هو ده ما بين ال3 دول وال3 دول واشتغل غرزة حشو، وبكرر كده داير ما يدور لحد ما بوصل تاني لنقطة البداية او بنهي السطر بتاعي. دلوقتي خلاص انا داخلة على نهاية السطر، المفروض ان انا هشتغل غرزة كمان 7 عواميد في نفس المكان. انا بشتغل هنا عشان كان في قبلها هنا غرزة حشو في الفراغ، انا الفراغات بشتغل فيها غرزة حشو. اجي هنا واشتغل ال7 عواميد، واجي بقى في الفراغ اللي هو الكورنر بتاع زاوية المربع اللي هو 3 عواميد فراغ 3 عواميد، بشتغل في الفراغ هنا غرزة حشو، وخلاص بقفل السطر. باجي في الغرزة الثالثة من ال3 سلاسل 1 2 3 واقفل بغرزة منزلقة. محتاجة اعمل الصف اللي انا بعمل فيه 3 عواميد، فانا محتاجة هسيب اول عمودين وابتدي من اول العمود الثالث، فانا محتاجة اشتغل تاني عمود كمان غرزة منزلقة عشان ابقى اتحركت لتالت عمود. يبقى كده اول عمودين غرزة منزلقة، واجي التالت كمان اشتغل فيه غرزة منزلقة لان انا محتاجة ابتدي من عنده. وخلاص فوق الغرزة المنزلقة ببتدي اشتغل 3 سلاسل هما بداية الشغل بتاعي. 3 سلاسل كده كأنهم اول عمود، باجي العمود اللي جنبه اشتغل عمود تاني
والعمود التالت. يبقى كده بقى معايا 3 عواميد. اشتغل 3 سلاسل واجي في المروحة التانية برضو اسيب اول عمودين وابتدي من اول العمود التالت اشتغل كده. ادي 1 2 والعمود التالت اهو، واشتغل 3 عواميد جنب بعض. تلات سلاسل، 1 2 3، واسيب اول عمودين واجي في العمود التالت. يعني دي نفس غرزة الفستان اللي احنا اشتغلناها، بنعملها كمان في الكم. طيب بعد ما وصلت خلاص لاخر السطر، فانا هنهي الدور. بقفل في سلاسل الارتفاع في الغرزة الثالثة، بقفل بغرزة منزلقة، وهشتغل تاني عمود. انا محتاجة اوصل لتاني عمود عشان ابدأ الشغل من عنده، فانا هاجي في العمود التاني واشتغل كمان غرزة منزلقة. وهنا يجي شغل السطرين سلاسل، يعني هشتغل سطرين سلاسل زي اللي انا كنت بعمله في جسم الفستان. بشتغل سطرين سلاسل، كل سلسلة فيها 5 غرز. هطلع 1 2 3 4 5، وبسيب العمود التالت وانزل في الفراغ اللي موجود عندي هنا. 1 2 3 4 5، انزل في العمود الوسطاني من ال3 عواميد اللي هو العمود التاني، انزل فيه بغرزة حشو. 5 سلاسل وانزل في الفراغ، وبكمل كده لحد ما بخلص السطر كله. و بشتغل كده داير ما يدور لحد ما بوصل للنهاية. واول ما بوصل للنهاية بقفل في اول غرزة من ال5 سلاسل بغرزة منزلقة، وببتدي امشي لحد ما اوصل لتالت غرزة من ال5 سلاسل واشتغل فيها الغرزة المنزلقة، وابتدي اطلع منها ال5 سلاسل. وباجي في كل حلقة او في كل فراغ واقفل بغرزة الحشو عشان اكون السطر التاني بتاع السلاسل. وبعد كده ببتدي اكرر تاني السطر ده. باجي في الغرزة اللي هي الوسطانية وببتدي اشتغل 7 عواميد، وبقف لحد السطر اللي هو بتاع المراوح. يعني بعد السطر التاني بتاع السلاسل بختم بسطر اخير اللي هو سطر المروحة اللي هو بنشتغل فيه ال7 عواميد. طيب وبعد ما بنخلص خلاص الكمام بيبقى في حاجة تانية ناقص ان احنا نعملها اخيرة في الفستان، ان احنا نعمل مكان عشان ندخل فيه الرباط بتاع الصدر بتاع الفستان. فهنجيب اللون ده مثلا او اي لون انتوا تحبوه، وهنيجي نحدد مكان مثلا هنا. يعني شوفوا انتوا حابين القفله بتاعتكم تعملوها من فين، حابين تعملوها من فوق، حابين تبتدوها من النص، حابين يعني على حسب. دي برضو متروكه ليكم ان انتوا تحددوا المكان اللي هتعملوا فيه الغرز عشان ندخل فيها الرباط بتاعنا. هسحب الخيط وهشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهسيب 4 غرز واشتغل في ال5. 1 2 3 4 اشتغل في ال5 غرزة حشو، واكرر 1 2 3 4، واجي في الغرزة ال5 واشتغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5، اشتغل هنا غرزة حشو. بكرر لحد ما بوصل للاخر، ونفس اللي انا عملته هنا بعمله الناحية التانية. فبتبقى عندي بالشكل ده عشان اعرف ادخل فيها ايا كان بقى. انتوا هتعملوا مثلا شريط ستان وعايزين تدخلوه فيه، عايزين تعملوا الرباط انتوا بنفسكم من الخيوط، دي برضو متروكة ليكم، تقفلوه بالشكل اللي انتوا حابينه. طيب
وفي كمان طريقة تانية لان انتوا تعملوا بيها الكم بتاع الفستان او النص كم او القط، ان احنا نعتمد على سطور المراوح. يعني السطر الاولاني اشتغلناه مروحة، السطر التاني هيبقى مروحة، التالت الرابع، لحد ما توصلوا للعدد او الطول اللي انتوا حابينه. فانا حبيت الشكل ده اكتر من الشكل الاولاني اللي احنا شرحناه. فتعالوا نشوف لو هنعمل الشكل ده هنعمله ازاي. طبعا انا هنا اكتفيت بسطرين اتنين عشان بس الخيط يكفي معايا، لان هو زي ما انا قلت في الفيديو ان انا بشتغل ببواقي الخيوط، فاكتفيت بس بسطرين اتنين. طيب تعالوا بقى نشوف الناحية التانية. انا دلوقتي خلاص خلصت سطر المروحة اللي انا كنت بشتغل 7 عمود في نفس المكان، وبشتغل غرزة حشو في الغرزة اللي جنبه. دلوقتي دي اخر مروحة انا واقفة فيها، ده كده نهاية السطر وده بداية السطر. هاجي لأول مروحة واقفل مكانها كده بغرزة منزلقة، يبقى أنا في نفس المكان اللي طالع منه ال7 عواميد اللي هي أول مروحة. طب عشان أعمل سطر مروحة تاني محتاجة أأسس له. هأسس له إزاي؟ عن طريق إن أنا هشتغل سلاسل. هشتغل 5 سلاسل واقفل بغرزة حشو بس بالشكل التالي. انا واقفة اهو، هطلع بالخمس سلاسل 1 2 3 4 5، وهقفل في نفس المكان اللي فيه ال7 عواميد في نفس الفتحة دي، بس من ورا. انا شغلي كله هيبقى من ورا العواميد. شايفين غرزة الحشو دي غرزة حشو من قدام، من ورا شكلها كده. هاجي قبليها واقفل بغرزة حشو، يبقى كده دي ايه؟ اول 5 سلاسل. طيب ارتفع كمان 5 سلاسل 1 2 3 4 5. طيب انا محتاجة اعمل 5 سلاسل، او المروحة اللي انا هشتغلها في ال5 سلاسل دي تبقى جاية كده في النص عشان تبقى متوسطة المروحتين دول، يبقى في غرزة كده جاية من تحتهم او ما بينهم. فحاجي بعد غرزة الحشو اللي هي دي واشتغل غرزة الحشو بتاعتي. عشان تبقى جاية ايه؟ متوسطنة كده، اتوسطنت ما بين غرزتين الحشو دول، غرزتين المروحة دول. طيب ارتفع كمان 5 سلاسل 1 2 3 4 5، والسلسلة دي تبقى تحت على طول المروحة دي. فأنا محتاجة أجي قبل غرزة الحشو اللي موجودة عندي، بس طبعا من ورا وقبلها على طول، واشتغل غرزة الحشو بتاعتي. يبقى أنا كده جبت ال5 سلاسل التانيين أو السلسلة التانية تحت المروحة على طول. طيب السلاسل اللي بعدها أنا محتاجة تبقى متوسطنة ما بين المروحة دي والمروحة دي، فأطلع ب5 سلاسل الأول 1 2 3 4 5. طيب وهاجي بعد غرزة الحشو في المروحة، يعني أنا هدخل على المروحة التانية بس هتبقى بعد غرزة الحشو دي على طول، طبعا شغلي من ورا، وأشتغل غرزة الحشو بتاعتي. يبقى كده هي اتوسطنت ما بينهم. طيب 1 2 3 4 5 المفروض تبقى جاية تحت المروحة على طول، يبقى قبل غرزة الحشو وأقوم رامية غرزة الحشو بتاعتي. 1 2 3 4 5، وحرمي ال5 سلاسل دول بعد غرزة الحشو. غرزة الحشو دي
المفروض ان ال5 سلاسل دول هيبقوا جايين هنا كده. شايفين جايين فين؟ انا جايباها من قدام عشان تبقى واضحه ليكم، لكن لما هاجي اشتغلها من ورا كده اهو. وهكمل بنفس الطريقه لحد ما بنهي السطر بتاعي. طيب انا كده خلاص وصلت لنهايه السطر وعملت ال5 سلاسل تحت اخر غرزه مروحه موجوده معايا. ناقص بقى ان انا اقفل السطر بتاعي وابتدي السطر الجديد اللي انا هشتغل في قلب السلاسل سطر المراوح ده. طيب هاجي هنا تحت غرزة المروحة في 5 سلاسل هشتغل فيهم غرزة حشو، واجي في ال5 سلاسل اللي جنبهم اللي هم بيتوسطنوا المروحتين دول واشتغل فيهم غرزة المروحة بتاعتي 7 عواميد في قلب المكان. طيب اللي جنبها اللي هي بتبقى تحت المروحة على طول اشتغلها غرزة حشو ومروحة عشان تبقى جاية ما بين المروحتين دول. اشتغل هنا غرزة حشو و7 عواميد هنا غرزة حشو 7 عواميد. بكمل بالشكل ده لحد ما بوصل لآخر السطر. ده كده الفستان خلص معايا. ده طبعا شكله من قدام وده ظهر الفستان. طبعا الموديل الأصلي الكم فيه أو النص كم اللي موجود فيه مش معمول طبعا الشكل ده كده من عندي. لو انتوا حابين تطولوه هيبقى احسن واظرف وشكله هيبقى باين اكتر، بس انا زي ما قلت الخيط عندي للاسف خلص ما عرفتش ان انا اطوله عن كده. وده رباط الفستان عبارة عن مجموعة من الالوان جمعتهم واشتغلت بيهم سلسلة طويلة وزينتها في الاخر بخرزتين بالشكل ده، وعملت كده عقدة. ممكن بقى تعملوها بشراشيب، ممكن تعملوها باشكال كتير زي ما انتوا حابين. لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو شكرا جدا جدا على متابعتكم. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات رايكم، او لو عندكم اي افكار جديده للفيديوهات هستنى تعليقاتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير ودعموني بالاشتراك في القناه علشان نكبر مع بعض. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.